ساعات بنصحى من النوم نبقى مكسلين ننزل من البيت، ساعات بقى اصلا ما بقاش قادر اقوم من على السرير، ساعات اصلا ما بقاش قادر انزل اروح اشتغل. عارفين ليه؟ عشان انت بتبقى فاهم انت هتعمل ايه النهارده، عشان انت عقلك بيبقى عارف وحافظ ايه اللي هتعمله النهارده ومش موافق على الروتين، فبتفضل قاعد. عكس خالص خالص خالص، هو نفس الشخص الكبير ويمكن نفس البيت ويمكن نفس الاسره، بس طالعين رحله. انت واحنا صغيرين واحنا طالعين الرحلات دي في المدرسه كنا بنصحى قبل ابونا وامنا، او في العيد يوم العيد الصبح وانا بلبس لبس جديد، وساعات ما كنتش بنام. دايما الاطفال الصغيرين عندهم موتيف ان هم يصحوا ويشوفوا اليوم اكتر من الناس الكبار بكتير، لان الاطفال الصغيرين لسه ما شافوش الاكسبيرينس الجديده اللي في حياتهم اللي هم هيصحوا النهارده يقابلوها، اللي هو هيشوف مين النهارده جديد، مين هيتعلم منه حاجه جديده. فانت بيقول لك لما تصحى تعمل كده عشان انت بتبقى مهيئ نفسك نفسيا ان انا مفيش حاجه جديده هقابلها، انا هقابل نفس الروتين. انت لازم تخرج نفسك من المود ده بقى وتتوقع ان انت كل يوم نازل لتشالنج جديد، لمغامره جديده، لحياه جديده، هتشوف ناس جديده. ولما تلاقي نفسك دخلت في الروتين ده غير الطريق. كنت بتروح شغلك بالعربيه ما تركبش العربيه، اركب مترو. هتتبهدل النهارده، ما دي حاجه جديده اتبهدلت النهارده. لو انت بتروح شغلك بالاتوبيس ما تغير الاتوبيس، اركب ميني باص. انا كنت بعمل كده في المدرسه زمان وانا صغير على فكره. اقابل ناس النهارده ما قابلتهاش بقى لي 5 سنين، اول ما اصحى احس نفسي كده خد دش ميه ساقعه، ده يعمل لك تربانه في المخ على طول تبقى بني ادم تاني. انا احكي لكم حكايه قبل. انا وانا صغير مثلا في العيد كنت كل عيد ابقى فاهم ان انا هقابل فتاه احلامي. انا في العيد كنت ببقى فاهم ان انا نازل النهارده هقابل البنت والشعر الحرير على الخدود يهفهف. فضلت كده 5 6 سنين من حياتي ادور على فتاه احلامي يوم العيد الصبح، هشوفها فين وايه اللي هيحصل ما اعرفش، بس انا كنت بجهز لها. لما كبرت خلاص ما بقاش الموضوع ده موجود. فانا قصدي انت دايما حط لنفسك حاجات تدور عليها الصبح عشان لما تصحى يبقى في حاجه هتعملها، وعشان تقتل الروتين بتاع النهارده يومك هيبقى طبيعي. ولو ما لقيتش الحاجات دي ما حدش هيلاقيها لك. فلو انت فاهم انك هتصحى بكره الصبح مختلف من غير ما النهارده تدور على الحاجات اللي هتخليك بكره الصبح مختلف، ابقى قابلني. سلام عليكم. لو عجبك الكلام ده اكتب لي برده كومنت، يمكن اطلع لك في الفيديوهات اللي بعد كده.